حبايبي هنشوف إيه حكاية وحش الشاشة فريد شوقي لما طلع نقبه على شونة بسبب هدية أثارت حزنه وحرمته من الإفطار مع النجوم في شهر رمضان. وقبل ما ابتدي حبايبي بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب متابعين ما يبخلوش عليا باللايك ونكمل حبايبي. وتلقى الفنان الراحل فريد شوقي هدية خاصة كان ليها موقف كوميدي معاه خلال تصويره لأحد الأعمال الفنية مع الفنانة نادية لطفي، واللي ارتبط بها بعلاقة صداقة قوية وشاركها العديد من الأعمال الهامة. وكشفت الفنانة الراحلة نادية لطفي بعض المواقف الكوميدية اللي جمعتها بوحش الشاشة، وده خلال حوار ليها لمجلة الكواكب عام 1962. وقالت إنه خلال تصوير أحد الأعمال الفنية في شهر رمضان وفي الوجه البحري استمر التصوير لوقت طويل، وبعد انتهاء التصوير في أحد الأيام استعد الجميع لمغادرة القرية قبل الإفطار، واستقل الجميع سيارات الإنتاج اللي كانت تقل العاملين بالفيلم. وقالت قبل انطلاق السيارات جاء شاب مسرعا يحمل بيده سلة مغلقة ويسأل عن وحش الشاشة فريد شوقي، وعندما وجده أعطاه السلة وقال إن سيدة عجوز من أهل القرية تبعث له بتلك الهدية. وكملت وقالت كنت أنا وفريد شوقي والمخرج نيازي مصطفى نستقل سيارة واحدة، وطلبت من فريد إنه يطلعنا على ما أرسلته السيدة في السلة، ولكن رفض وأكد على إنه لن يفتحها إلا وقت الإفطار. والمضحك أكتر إن فريد شوقي قد تنازل عن ما كان معه من طعام على المفطرين قبل المغرب معتمدا على ما تحتويه السلة، وإنه مع انطلاق مدفع الإفطار كانت المفاجأة عندما نظر فريد وعلامات الحزن والصدمة مرتسمة على وجهه حينما وجدها تمتلئ بكيزان الذرة ولم يكن بها أي طعام للإفطار. وتحمل فريد شوقي الجوع حتى عدنا للقاهرة. وروت نادية لطفي ما قاله فريد شوقي بسخرية حينما قال كان معايا الأكل، إيه اللي خلاني أوزعه واستنى اللي في السبت، أهو طلع نقبي على شونة. وضحك الجميع على ما حدث. ويا رب تكون حكاية خفيفة طريفة، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك. وألف شكر حبايبي حسن الاستماع، ومع ألف سلامة، مع السلامة.